الفن اللي أثر عليكي في طفولتك كان فن غربي ولا شرقي؟ لا هو طبعا في الاول كان هي في حته كده لازم تعرفيها. انا كان في سنه عشتها مع جدتي اللي هي والده ابويا، مم. فالله يرحمها كانت يرحمها. بتحب ام كلثوم، الله. وجدي مم. بيحب يسمع محمد عبد الوهاب. تجيل فاللي هم الجيل اللي هم كان الذهبي. انا اقعد على حجرها وهي تغني اعطيني حريتي اطلق يدي، الله. مثلا متخانقه مع جدي فلازم تقول له الجمله دي تغنيها له. انا عايده كانت من وعندها 6 سنين وهي بتسمع ده. صح. لما قعدت فتره بقى بعد كده نقلت المانيا شويه ورجعت تاني، برضو كان في تاثير اللي هو الكلاسيك ميوزك. يعني هناك كنت بسمع من والدتي ووالدي، يعني كانوا بيسمعوا برضو حاجات عربي كلاسيك. لا ولا كلاسيك غربي بقى. مم. بيتهوفن وباخ والحاجات دي. لكن لما جينا بقى مصر تاني، انا في المدرسه في مدرس الماني اكتشفني فقال لي هتغني غنيت لحاجات كتيره قوي، يعني غنيت سانتانا وحاجات غربي في الاول كتير، وبعدين خلاني غنيت داليدا ومحمد منير، كنت انا لسه صغيره وغني حاجات كتير قوي وفيروز. وبعد كده لما نقلت الجامعه دخل بقى الفرع اللي هو الشرقي تماما الفولكلور فيه. كان دكتور محمد ياقوت الله يرحمه اللي كان بيدرب فرقه الكورال، وساعتها ابتديت الحن بالعربي. وده واثر فيا اكتر بكتير من الغربي. أيوة. فالحته دي ظهرت جامد جدا في وقت الجامعه الامريكيه، في بدايه الجامعه. وكنت بحضر التالنت شوز وخدت اللي هي الجائزه الاولى على مستوى الجامعات سنه 89 في التلحين والتاليف. منك انت بكاش وانتي طالعه زي برضو عدتها كيف بلاش تضحكوا هاتوا اللي بعد. دع الايام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع على حادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. امتى اول مره حسيتي ان عندك موهبه فنيه فعلا ان انت تخوضيها بقى كاحتراف؟ يعني من اول 6 سنين واحنا بنسمع ام كلثوم، ولا بعد كده في المدرسه لا ولا يعني في هقولك الجامعه؟ في المدرسه لا كان في بوادر في المدرسه طبعا، كان هو المدرس بياخدني معاه حتى خارج المدرسه في حفلات تانية خارج المدرسه برضو في مدارس تانية، فواضح ان كان حصل برضو زي قبول جامد. بس ده ما كانش لسه بالنسبه لي سبب الاحتراف، لان انا بعد كده ما دخلتش مثلا تربيه موسيقيه او معهد موسيقيه، انا دخلت هندسه يعني علوم حاجه مختلفه تماما في الجامعه الامريكيه. فلما طلعت وانا في الجامعه الامريكيه تطور عندي الموضوع قوي، يعني التالنت جنب الهندسه. صح. واضح ان انا برضو مش قادره يعني ايه اسيبه، ففضلت اكمل في الجامعه. وبعدها يعني انا هقول لك مثلا في اول شغلي ما اشتغلت عند الاستاذ طارق نور في الشركه بتاعته مبرمجه، يعني كنت ببرمج هناك. حاجه ريليتد اصلا للهندسه وللشهاده الجامعيه. وانا هناك حصل بقى كمان الاكتشاف ده اللي هو ايه ده، دي بتغني وبتاع، والاستاذ طارق كاشف شريكه اكتشفني، يعني اللي هو ايه ده، لا انت ممكن بقى الاغاني بتاعتك دي تعجب الناس. انا كل ده لغايه ما الشغل خلص وانا مش متخيله في يوم من الايام ان ده هيحصل، ان اساسا الشريط ده هيبيع ولا حد هيشتريه يعني. فليه؟ لانه كان برضو حته التلحين والتاليف دي تحدي، يعني اللي هو مش اي حد كان كست تلحين وتاليف. كان الرجاله مسيطره على الحته دي. يعني هنا في مصر قله جدا اللي هم حضرتك كنت واحده منهم. كانت تجربه صعبه دي، ما بندخل في فايت مع الرجاله كنت خايفه جدا انه ما يبقاش في قبول، يعني الناس تتريق عليا مثلا تقول لي ايه ده لان حصل في مواقف حصلت لي قبل كده، مش ايه ده، ايه اللي جايه بتلحن وتالف دي، ايه ده في مثلا في اختبارات او كده. دي كانت احدى ردود الافعال يعني اللي بتجيلي في الاول كانت صعبه جدا، وخلتني كذا مره اللي هو ايه قبل ما يظهر على بالي في السوق اللي هو اتردد، لا ده ما هم بيتضايقوا عليا مثلا ان انا ماسكه الجيتار وبلحن او العود،
فطبعا مش هعمل كده. لكن بعد كده لما لقيت الجمهور هو اللي حط اللي عايز صح، اللي حط اللي يعني عداني. الكلمة الأخيرة زي ما الكلمة بتقول. الأخيرة كانت لجمهور. طبعا. اتعلمتي آلة العود، ودي آلة صعبة جدا، اتعلمتيها امتى واشمعنى دي بالتحديد؟ هو كان لازم اعمل كده، لان انا طبعا ما دام دخلت في المقامات الشرقيه ودخلت الحن بالشرقي، فالاول كنت بلحن ما بين الغربي والشرقي باجتهادي، لكن لما ابتديت اعزف العود تمكنت طبعا من المقامات وده ساعدني ان انا برضو افهم اقدم الفن اللي هو اصيل، وفي نفس الوقت في حته كده خواجايه في النص يعني. بس هي عاجبه الناس لانها توليفه مختلفه يعني. أيوة. اعتقد يعني وما كانش ليا، ما كانتش يعني مش بالتخطيط يعني، هي جت كده تلقائيه، جت كده عفويه. هو مش بس يعني التلحين، صوتك كمان في حته اجنبيه وحته طبعا مصريه. هل ده كنت شايفاه ان هو حاجه عائق يعني عامله لك مشكله، ولا ده كان حاجه انت متميزه فيها ان انت فعلا منفرده في الحته دي وبلون مختلف عن الكل موجود؟ بصي، هو انا لما ابتديت الحن كان في بالنسبه لي تحدي شويه ان انا الحن الحاجه اللي تريحني انا كصوت، وفي نفس الوقت لما اجي اغني ما بقاش حاسه ان انا غريبه او بقلد حد. وانا كنت اوريدي خدت تجارب كتيره في ان انا اطلع الحفلات بالشغل الناس اللي هم معروفين يعني. فطب ما انا مش هطلع اقول بقى نفس الكلام يعني، مش هطلع ابقى في الفوت ستابس يعني بتاعتهم، انا عايزه ابقى ليا شخصيتي. وده اللي حصل بقى لما ابتديت اكتب، والكتابه كانت عندي قويه جدا برضو يعني. انا الجائزه اللي خدتها في الجامعه كانت باللغه العربيه الفصحى. الله. فانا لما كانت الكتابه عندي موجوده والتلحين كان مكمل ليها في الفتره دي، انا بصراحه حبيت اعمل لنفسي موضوع. وهو طلع برضو هقولك الكلام يعني. في اغنيه كنت بقول عشقت الفن، حبيت الطرب، غنيت للناس في كل فرح، حبيت المغنى والمغنى حياتي، وكل غنوه حته مني. أيوة. فانا الاغاني دي كانت بتبقى عارفه زي الام لما تقول لك ايه، انا خلفت 6 عيال. ايوه. او انا خلفت بقى الاغاني دي حاجتي انا اولادي. اولادي يعني، عارفه اللي هو ايه، حسيت ان انا عملت حاجه بتاعتي. يعني محدش في يوم من الايام هيقدر يقول حاجه زيها ياخدها. يعني فاهمه قصدي، هي هتفضل بتاعتي. فهي دي كانت برضو يعني تحدي، بس في نفس الوقت جاب نتيجة حلوة إيجابية. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.